3 صواريخ ضرب بيهم موسيماني المريخ، وما قاله السولية بعد المباراة مباشرة وسر المشاجرة بينه وبين محمود عبد المنعم كهربا، وما قالته الصحف السودانية عبر الخسارة من الأهلي على مدرب المريخ وعلى لعيبة المريخ. كل الأخبار دي هتعرفها، تابعنا لآخر الحلقة وهنقول لك عليها. انتصار بمعنى اعتلاء قمة المجموعة الأولى لنادي الأهلي، النادي الأهلي اللي بيعمل رقم عظيم، رقم قياسي جديد، ومين هيعمل الأرقام دي غير النادي الأهلي في أفريقيا؟ الرقم القياسي هو الفوز للمباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال أفريقيا، ما حصلش قبل كده. أول مباراة كانت مع الوداد وغلب الوداد رايح جاي، ثم مع فريق الزمالك في النهائي مباراة وحيدة كده، يبقى 3 مباريات، ومع سونديب رايح جاي، والمباراة السادسة كانت بالأمس. وده الرقم القياسي العظيم للنادي الأهلي اللي بيخليه يعتلي صدارة المجموعة الأولى، وخلفه كل من سيمبا التنزاني ثم فيتا كلوب ثم المريخ السوداني اللي حطموا نادي الأهلي بالأمس. امبارح واحنا بنتفرج على المباراه حصلت مشاده كلاميه ما بين عمرو السوليه، وهنتوقف عند الموضوع ده شويه، عمرو السوليه ومين وما بين كهربا. شادوا مع بعض في الملعب والموضوع كبر شويه من وجهه نظر الاعلام، ولكن طلع اعلامي محترم، المفروض ان هو راجل محترم وراجل كبير، طالع يقول لكهربا ايه بقى؟ بيقول لكهربا المره دي عدت كده، لكن المره الجايه هنفتح الدفاتر وهنتكلم. دفاتر اللي عند حضرتك ودفاتر اللي هتفتحها، ويا ريت لو عندك دفاتر تقولها لنا يعني عشان نبقوا فاهمين وواعيين كده، ولا الموضوع تصفيه حسابات لان كهربا جاي نادي الاهلي ومش عايزين تبطلوا الخصله اللي فيكم دي. طيب لو كهربا عمل مشكله او عمل ازمه او عمل كذا او كذا في المباريات السابقه او مع نادي سابق، مش المفروض انك تذكرها دلوقتي. ولو اتكلمت عن المشاكل وعن المشاجرات وعن المشاحنات، مش هننسى واقعتك مع احمد حسام ميدو اللي فضحك في كل وسائل الاعلام، ومرتضى منصور اللي فضحك وقال ان انت مش سوي. مفيش اكتر من كده ممكن نقول عليك بصراحه، ومفيش اكتر من الكلام دوت اللي ممكن نفتح الدفاتر عليه، وتاريخك السيء. بمجرد ان المشاده دي حصلت قدام كاميرات الاعلام كلها، جاء دور الكابيتانو محمد الشناوي اللي نادى على محمود عبد المنعم كهربا وانبه، خلى كهربا وراح باس على دماغ عمرو السوليه قبل نهايه المباراه تماما. المباراة ابتدت من الشوط الثاني، موسيماني طبعا عمل تغييراته وعمل خلطته السحرية وعمل الحوارات بتاعته اللي بيعملها كل مرة بعد سلسلة كبيرة جدا من الأهداف الضائعة كالعادة، وفي كل مباراة أهداف بتضيع بالجملة، أهداف بالجملة، محدش عارف يستثمر الأهداف ديت. تبدأ المباراة بعد هدف قفشة، هدف قفشة سهل جدا من اللي حارس المرمى أخطأ فيه، ومن هنا ابتدت تفتح معاهم وابتدت البوابه الاهداف تفتح والنحس يتفك، ثم محمود عبد المنعم كهربا، واخيرا فك النحس لبواليا. المباراه دي تعني النادي الاهلي كتير جدا، وتعني المدير الفني حاجات كتيره. اولها ان انت في بدايه مشوار العاشره زي ما قال السوليه بعد نهايه المباراه والتعقيب بتاعه، ان دول اول 3 نقاط في طريق العاشرة الصعب جدا السنة دي. وطبعا موسيماني بالنسبة له مباراة هايلة، قدم كل اللي عنده، وبنشكر طبعا الأحمال ومدرب الأحمال وطبيب الفريق والناس الجميلة ديت اللي خلت اللعيبة واقفة على رجليهم بعد المباريات الشاقة في كأس العالم والرحلة اللي راحوها رايح جاي، وكفاية مسافة السفر. طبعا الناس ديت ليهم منا كل احترام وتقدير، وإن النادي الأهلي قدر بالسرعه ديت يلعب المباراه بعد 5 ايام بالظبط من خوض اخر مباراه في كاس العالم للانديه ورجوعه في الطائره والشغله ديت. طبعا عارفين ان الموضوع ده صعب جدا على اي لاعب في العالم ان هو يروح رايح جاي في طياره، ده احنا لعيبه بايرن ميونخ نفسها يعني كنا بنتكلم عن النقطه ديت، واللي هم يعني اللياقه مش هيبقوا في لياقتهم بسبب الموضوع ده. طبعا موسيماني ولحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، وفي ناس لسه بتقول لك موسيماني ضعيف فنيا، ضعيف فنيا بقى مرت ايه؟ الراجل مباراه وحيده خسرها مع نادي الاهلي حتى الان، وخسرها قدام بايرن ميونخ. طبعا موسيماني النقطه الثانيه اللي كسبها من مباراه امبارح هو فك النحس لبواليا. فك النحس بواليا اللي كانت بيقابله سوء حظ كبير جدا في المباريات، وبنشوف امبارح محمود كهربا بيجيب الهدف الثاني يعتلي بيه صدارة هداف البطولة. هداف البطولة حتى الآن هو محمود عبد المنعم كهربا، يليه طاهر محمد طاهر من النادي الأهلي، ومن مدة كبيرة جدا ما شفناش هداف البطولة من عند نادي الأهلي. يا رب يستمر ويا رب يفضل زي ما هو، ويبعد عنه الناس اللي هم عايزين يدخلوه في مشاكل عشان يطلعوه بره المود بتاعه ويطلعوه بره التركيز بتاعه. وانا بقول لكابتن محمود كهربا يا ريت تسد ودنك وما تسمعش للناس دي اصلا، لان الناس ديت غاويين مشاكل، بيحصل كل يوم مشكله في المباريات وبيشد اللعيبه مع بعضيها، ولو حصلت مشكله ما بين 50 لعيب وانت من ضمنهم هيسيبوا 49 لعيب وهيمسكوا فيك انت، وما تشغلش دماغك بيهم، وسيبك من واحد معلش مع احترامي وانا اسف انا بنقول الكلمه ديت اكل على كل الترابيزات وغنى كل الاغاني لكل النغمات اللي دايره وراح لناس كتير جدا.
عشان يركب الموجه، وفي الاخر غنى للبوكسر ما تاخدش منه حاجه يا كابتن محمود يا كهربا، ويا ريت نركز في الملعب ومالناش دعوه بوسائل الاعلام خالص. ليه الجمهور بيرد على وسائل الاعلام؟ طبعا النقطه الثالثه في مكسب موسيماني امبارح هو الفوز على الفريق يعتبر الاقوى والفريق الند، لان المباريات اللي هي بين العرب وبين بعضهم بتبقى مباريات قويه لحد ما، وبيبقى فيه منافسه شرسه جدا، وكابتن موسيماني بيعدي العقبه ديت. والنقطه الرابعه بقى الموسيماني هو الرقم القياسي اللي احنا بنقول عليه 6 مباريات متتاليه، لاول مره في افريقيا فريق يفوز 6 مباريات متتاليه في دوري الابطال. هنخش بقى ونشوف وسائل الاعلام السودانيه قالت ايه على الهزيمه بالثلاثيه امام نادي الاهلي، وازاي قطعوا في المدرب بتاعه. ونبدا بمجله كفر ووتر اللي قالت وعقبت على مباراه الاهلي والمريخ السوداني امس، وقالت ايه بقى؟ قالت ان المريخ انهار في 45 دقيقه بعد شوط اول مميز جدا للاعبي المريخ. وقالت كمان ان المدرب بتاعهم نصر الدين توقع الفروق الفنيه والبدنيه بين الفرقتين. وندخل بعد كده على مجله كره سودانيه واللي علقت وكتبت النابي ضجيج بلا طحين، علقت على الهزيمه وقالت ما حدث في مباراه المريخ امام الاهلي والهزيمه الساحقه بثلاثيه يدل على فشل فني ذريع لمدرب فاشل. واضافت ايضا لا ندخل اي موقع او قناه الا وجدنا تصريح من مدرب المريخ الذي كرس جهده في الظهور الاعلامي فقط، واتمت ثلاثيه قاسيه ستضاف في تاريخ المريخ الى الابد. وفي تقرير اخر تقول نفس الصحيفه المريخ ينهار ويتجرع الهزيمة الأولى أمام الأهلي. نخش على المجلة الثالثة وهي مجلة أخبار السودان واللي كتبت خسارة طبيعية. والصحيفة دي تقريبا الوحيدة اللي أشادت بدور المدرب النابي، وقالت إن هو أول هزيمة قدام نادي الأهلي العملاق، وإن النابي بيعمل على تكوين مشروع كبير وإن شاء الله هيتم جني ثماره في الأيام القادمة. وكتبت باج نيوز المدرب الجنوب افريقي اللي هو طبعا موسيماني زعلان بتاخر نتيجه المباراه ولكنها في النهايه اتت. دي كانت نهايه ابرز العناوين في الصحف السودانيه صباح اليوم بعد الهزيمه من نادي الاهلي. طبعا مدرب المريخ طلع واتكلم امبارح على نادي الاهلي وقال الفروق كبيره جدا والهزيمه طبيعيه امام نادي كبير مثل الاهلي. وقال كمان موسيماني لا نقارن بين اجيال الاهلي سواء بالنتائج فقط. يعني هو بيتكلم الراجل عن ان انت تقارن بالنتائج، غير كده ما تقارنش لعيبه بلعيبه لان الجيل مختلف تماما. طبعا حابين نتكلم في نهايه حلقتنا النهارده عن سر تراجع مستوى مروان محسن. مروان محسن للامانه يا جماعه فقد الثقه بنفسه، والمدير الفني موسيماني بيطلب من الجمهور العظيم وبيطلب من اللعيبه دعم مروان محسن عشان يرجع تاني مروان بتاع زمان. احنا طبعا بنتمنى الخير لكل اللعيبه، لكن كنا طلعنا واتكلمنا قبل كده وقلنا ان مروان محسن لازم يسيب نادي الاهلي فتره على الاقل سنه، يعني يطلع موسم اعاره. وكان الموسم اللي فات دوت احسن وقت يطلع فيه مروان محسن من نادي الاهلي اعاره، وكان يقدر يرجع مروان تاني فريش ولعيب الفريش الجاهز. ولكن مروان اصر على موقفه واصر ان هو يكمل في نادي الاهلي. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي تابعتنا، لايك وسبسكرايب وكومنت، وهنستنى كومنتاتكم وهرد على كل كومنت زي ما عودتكم. والى اللقاء في حلقات قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.